زينب بعد اذنك هنكمل اه المواضيع يعني الشخصيه ده بس اللي انا لا كنت لا، عايزه اقوله. تحت امرك. هنتكلم على المراحل والحاجات شبه انه كان بيجيب استاذه لتعليم البيانو في البيت اه ومودي لا ده مارسيل. موضوع تاني كل ده هنتكلم فيه، بس نسمع الدكتور حسين. مم. اتفضل. مساء الخير. اولا انا بشكر استاذي واخويا الكبير استاذ اشرف فايق على هذه الاستضافه. ويعني زي ما كان استاذ اشرف بيتكلم كده، لما الواحد ابتدى سلم حياته وانا مساعد مصور، كان استاذ اشرف اوريدي كان مخرج وانا كنت بشتغل مساعد مصور في يعني ايام في بعض افلامه. فانا بشكره النهارده على هذه الاستضافه. الحقيقه استاذ حسن امام انا يعني ما شرفتش الحقيقه بلقائه وما تشرفتش طبعا يعني، ولكن استاذ حسين الامام كان صديق عزيز يعني، الله يرحمه، الموسيقار الجميل والنجم الموهوب. انا سعيد جدا بهذا اللقاء. وتكمله لكلام استاذ اشرف، السينما لما ابتدت فعلا من المسرح، ويوسف وهبي كان احد نجوم المسرح سواء اخراج او تمثيل، ولما راح للسينما اخرج بعض الافلام واكتشف بعض النجوم. هو اللي اكتشف محمد فوزي في فيلم سيف الجلاد، وكان اخراج يوسف وهبي الى اخره. الاستاذ حسن الامام من المخرجين اللي انا شايف ان هم يعني ظلم، او بعض النقاد زي ما حضرتك كتبت في هذا الفيديو ان هو النقاد كتير لموه ان انت يعني بتخرج فقط الافلام اللي فيها الاستعراضات او اللي فيها الرقص والغنى وخلافه، ولكن هو ما هموش. انا شايف ان هو ما هموش وكمل